السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الشيش طاووق، من اكتر الاكلات الحلوة وكل الناس بتحبها، وهنعملها بتتبيلة مميزة وان شاء الله هتعجبك. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفات جديدة. هنا معايا صدور من الفراخ قطعتها مكعبات بالشكل دوت. طبعا تقدري تستخدمي الاوراق، هي بتبقى حلوة طبعا في الاوراق. هنا هنحضر بقى التتبيلة. معايا كوباية كبيرة من الزبادي، ربع كوباية من زيت الزيتون، معلقة صغيرة من الثوم المفروم. طبعا تقدري تستخدمي زيت نباتي لو مش متوفر عندك زيت زيتون. هنا معايا معلقتين كبار من صلصة الطماطم، نص معلقة من هريسة الشطة، معلقة صغيرة من الصويا صوص، معلقة صغيرة من خل البلسمك. معايا هنا عصير ليمونتين. هنا بقى معايا التوابل، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الزنجبيل البودر، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة من الملح، وربع معلقة صغيرة من السمان. دي التوابل اللي انا استخدمتها، هكتبها لكم في صندوق الوصف. هنقلب بقى كويس جدا. بعد كده هنزل بصدور الدجاج زي ما انتوا شايفين، وهقلبها في التتبيله. بعد كده بقى هغطيها بالاسترتش وهدخلها في التلاجة لمدة ليلة كاملة. انا دخلتها عملتها من بالليل وسبتها لتاني يوم. كل ما تسيبيها في التتبيله كل ما هتبقى طعمها احلى. تمام. هنا بقى معايا الاسياخ الخشب، نزلت عليها بميه سخنه وهسيبها في الميه لمده 10 دقايق عشان لما نحطها على النار ما تتحرقش معانا. وهنا بقى تاني يوم طلعت الفراخ زي ما انتوا شايفين، انا سبتها ليله كامله في التتبيله. وهنا بقى معايا بصل وفلفل الوان وفلفل اخضر. يلا بقى عشان نعملها مع بعض. هنا بقى ابتديت الاول احط شريحه من البصل، بعد كده الفلفل الالوان. لو مش متوفر عندك فلفل الوان تقدري تحطي الفراخ في الاسياخ من غير اي اضافات، مفيش مشكله. بعد كده هبتدي ان انا احط مكعبات الفراخ في الشيش زي ما انتوا شايفين. وهنا هضيف الفلفل الالوان، انا حطيت هنا قطعتين، بعد كده ضفت الفلفل الالوان. تقدري بقى انت تحطي 3 قطع بعد كده الفلفل زي ما تحبي. تقدري كمان لو مش متوفر عندك الاسياخ الخشب تقدري تعمليها في الطاسه على طول من غير اي اسياخ، تبقى حلوه برضو. هنا بعد ما عملتها زي ما انتوا شايفين، هنا بعد ما خلصت الكميه، هنا بقى معايا الجريل، نزلت بمكعب من الزبده ومعلقتين كبار من الزيت. ممكن تقدري ان انت تحطيها في الفرن، تحطيها على شبكه وتدخليها الفرن، بس بصراحه انا بحب اعملها على الطاسه. لو مش متوفر عندك الجريل عادي اعمليها في طاسه زي ما تحبي، ممكن تحطيها على شبكه وتدخليها الفرن. هنا بعد كده الطاسه سخنتها كويس جدا ونزلت بالاسياخ زي ما انتوا شايفين. طبعا ضروري ان احنا نخلي الطاسه سخنه جدا علشان الفراخ ما تنزلش ميه. وهبتدي ان انا اقلب بالشكل دوت علشان ما تتحرقش معايا. انا خدت معايا 15 دقيقه، يعني يعتبر على كل ناحيه 7 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. وعايزه اقولك ان انت لما بتسيبيها في التتبيله يعني وقت اطول بتخلي الفراخ معاكي طريه وبتبقى حلوه قوي. هنا نزلت بالكميه التانية. هنا اللي بيبقى جاهز معايا بطلعه على طول. ضروري يا جماعه نخلي بالنا ونقلبها على طول علشان خاطر ما تتحرقش معانا. يلا بقى عشان نعمل مع بعض الرز البسمتي. هنا حطيت معلقتين كبار من الزيت، وهنا معايا بصلايه صغيره مفرومه وجزرايه مفرومه. هبتدي ان انا اقلبهم مع بعض.
وهنا معايا التوابل الصحيحة، قرنفل وحبهان ورق لورا وليمون مجفف. ابتدي ان انا اقلبهم. بصراحة دي طريقتي في الرز البسمتي وما بغيرهاش، بحبها جدا. هنا بقى معايا نص معلقة صغيرة من الكركم ونص معلقة صغيرة من الكاري ومكعب من مرقة الدجاج. هبتدي ان انا ادوبه بالشكل دوت. بعد كده هنزل بكوبايتين من الرز البسمتي، غسلته كويس بس ما نقعتوش، وهبتدي ان انا اقلبه كويس مع التوابل. هنا ضفت نص معلقة كبيرة من الملح، وهبتدي ان انا اشوح الرز كويس. بعد كده بقى هننزل بالمية السخنة، وطبعا الرز البسمتي لكل كوباية رز كوبايتين من المية السخنة. وهنغطي بقى ونسيبه. تمام. هنا بقى الرز بعد ما اتشرب واستوى معايا كده، الرز جاهز معانا. طبعا تقدري تعملي جنبيها مكرونة، مش شرط رز. وهنا الشيش كمان بقى جاهز معانا. يلا بقى علشان نغرف مع بعض. هنا بقى واحنا بنغرف اي توابل صحيحة هتقابلنا نشيلها على طول علشان محدش ياكلها وهو بياكل. تمام. بعد كده هحط الاسياخ الشيش طاووق بالشكل دوت. تبقى حلوة قوي وانتي بتقدميها لاطفالك. عايزه اقولك ريحتها وطعمها حلو قوي قوي قوي. وعشان سبت الفراخ في التتبيله ليله كامله، فرقت قوي في الطعم. ودي كانت وصفتي النهارده، اتمنى تكون عجبتك. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.